السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، وحشتوني من آخر فيديو. عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. تعالوا كده فيديو جديد كده معانا النهارده. تعالى ده بقى فطورنا تاني يوم رمضان. عملت كده رقاق كده بلدي حلو باللحمة المفرومة، والمشروبات بقى كده قمر الدين والكركديه، شوية سلطة. كان عندي ملوخية من امبارح، كنت عاملة فراخ بس انا ما صورتش. النهارده بقى صورت كده فطورنا كده خفيف كده، وشوية رز بشعرية حلوين. تعالوا كده نشوف نعمل مع بعض ازاي بقى صينيه الرقاق باللحمه المفرومه. حلوه كده، قلنا كده نعملها كده. بس تحطوا اللايك، واللي ما شافش القناه يشوف القناه ويشترك في ايه في القناه، ويحط ايه لايك واشتراك. بصوا كان عندي بقى شوربه الفراخ امبارح، حطيت عليها شويه لبن، شويه سمنه، بهارات، ملح وفلفل اسمر، وبتسقي بيها الرقاق نفسه. دي اللي هي التسقيه بتاعت الرقاق. طبعا اللحمه مفرومه اهي. بحطها، واعمل احط شويه سمنه واحط شويه زيت، واحط لحمه مفرومه عشان ديت هتبقى الحشوه بتاعت الايه، سنه الرقاق. امبارح كان عندنا بقى فراخ وكده، ما صورتش. تاني يوم طبيعي الشعب المصري كله الاكل الفطار اللي كان بيبقى عنده، بيبقى فيه بواقي الفطار، وبيحطوا مثلا بيزودوا رز، بيزودوا مثلا زي كده صينيه رقاق. الموجود بيسد الحمد لله. نعمة ورضا، مش لازم كل يوم على فكرة في الفطار يبقى لحمة أو فراخ، لا عادي. بصوا بنعمل كده، بدبل البصلة. بصوا بوريكم التسقية كانت جميلة قوي. الشوربة تحطي عليها لبن، لما تحطي لبن على الشوربة تطلع معاكي جميلة جدا. التسقية اللي انت هتسقي بيها الرقاق. انا كنت جايبة كده الرقاق، هعمل الخلطة بتاعة الرقاق. انا عندي زيد هو اللي طلب الرقاق بلحمة مفرومة، بيحبه. قلت هنعملها كده النهارده جميلة والله زي العسل، وتتاكل زي العسل جنب الملوخية اللي فاضلة. مش هنرمي بواقي أكل، لأ هنستخدمها برضو. حطوا اللايك، اللي مش ما شافش القناة يعمل اشتراك في القناة. ده فطرنا بقى كده تاني يوم رمضان، كل سنة وانتم كلكم طيبين. حطيت بقى ملح شوية فلفل أسمر، وبحط صلصة، معلقة صلصة صغيرة على اللحمة المفرومة عشان تديها طعم، وتتدبل كده، وتقومي ايه حطاها، وتقلبيها. هتبقوا معايا خطوة خطوة كده وانا بعمل صينية الرقاق كده، وانا بدخلها الفرن واطلعها من الفرن. نعمة ورضا والله العظيم، الحمد لله على كل نعمة ربنا يكتبها لنا. لو شوية رز وشوية طبيخ والله، او حتى من غير طبيخ بتبقى نعمة ورضا على فكرة. أو بصوا بدبل كده بقى الايه اللحم المفروم اهي. تعالوا بقى كده بصوا، او بصوا بنعمل ايه. بحط كده بقى، بتجيبي صينية، وبتحطي السمنة كده في قعر. انا كان عندي هنا بقى صينية بايركس. تدهنيها الاول في القعر كده شوية سمنة بالفرشة بتاعتك، وبتجيبي كل رقاق، وتسقيه بالتسقية اللي انا عاملاها قدامكم ديت، اللي هي شويه الشوربه بتاعت امبارح انا شلتهم في التلاجة. طبعا حنين كان بتصورني طبعا، عشان مش عارفه طبعا امسك الموبايل واصور، فعلى قدها يعني. اهي بصوا لما قلت لها قربي راحت قربت. بصوا كده انا بسقق بقى هنا الرقاق بالتسقيه ديت. تعملي كل طبقه وتحطي عليها السمنه، يعني كل طبقة عليها سمنة، كل طبقة عليها سمنة. ولو اتكسر معاكي على فكرة الرقاق عادي خالص بيطلع معاكي، والله العظيم. بصوا كان زي العسل. فطيرة اللحمة اسمها فطيرة اللحمة، لحمة مفرومة. بتطلع معاكي فطيرة اللحمة دي جميلة جدا. زياد بيحبها، وكل رمضان بيطلبها مني، او في الايام العادية كمان. اهو بصوا انا بجيب كل طبقة رقاق كده، اسقيها واحط عليها سمنة. اهو بصوا كده. آه لو اتكسر منك يتكسر عادي، ما فيهوش اي حاجه. ما كده كده بيدخل الفرن وبتقطعيه وبتسقيه، وبيطلع زي الفل عادي خالص. مش لازم تبقى الورقه بورقتها، لا لا خالص يا حبايبي، عادي خالص. او كده حطي بقى فريشي بقى السمنه بتاعتك. اعملي طبعا، انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، طبعا مش هبقى معاكم طول الفيديو وانا بعمل الرقاق وبعمل الطبقات، لا. انا بوريكم بس جزء بسقيه ازاي، هعمله ازاي، واحط لحمه مفرومه واحط الجزء التاني عشان الفيديو بس ما يطولش. انا جايبه لكم حاجات يعني مختصراها كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل. وكل سنه وكلكم طيبين يا حبايبي. صلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. عايزه بقى لو وصلتوا لحد هنا تقولوا لي تعليقاتكم على الفطار الخفيف الجميل دوت. وقولوا لي تاني يوم رمضان كلكم بتاكلوا هل البواقي صح،
يعني بواقي اول يوم. اللي بيعمل محشي بقى بيتفضل منه جزء، بيعمل جنبه حاجه تانية. مش لازم الفراخ معروفه او بط او كده اول يوم. والله انا عندي البطه على فكره، بس زيد ما بيحبهاش، فما شجعناش بصراحه، فطلعت فراخ عملتها. البطه هعملها لكم في يوم باذن الله، اوريها لكم ازاي اعمل لكم بقى كده ايه افطر بيها باذن الله. بتسقي كل طبقه رقاق زي ما انتوا كده شايفين بالتسقيه، وتحطي السمنه. يعني تسقي وتحطي السمنه كل طبقه كده، يطلع معاكي على فكره مرق وزي العسل. اوعوا تنسوا اللايك، حطوا اللايك وقولوا لي في التعليقات كل الشعب المصري النهارده صح مقضيها بواقي الاكل طبعا امبارح. وانا برضو عملت الملوخيه بتاعت امبارح، فضلت يا حبايبي برضو، مش عيب ولا حاجه، لا فطرت منها. عملت جنبها صينيه الرقاق، عملت شويه رز بشعريه، شويه سلطه، عادي جدا خالص. الحمد لله والنعمه ورد. اهو بصوا حطيت اهو اللحمه المفرومه بقى اللي انا عصقتها. لما عملت حوالي 6 رقات كده، 6 رقات الاول سقيتهم وحطيت السمنه، وتحطي بقى الايه طبقه بقى اللحمه المفرومه بتاعتك اهي. وبعدين تكرري تاني، تجيبي الراق وتحطيه في الشوربه انت عملتيها باللبن والتوابل وتسقيه، وهكذا. حطي بقى كله فوق بعض طبقات كده يا حبايبي. اهو بصوا بسقي كده، وحطي ايه، وحطي طبقات وتحطي السمنه بتاعتك. اهو بصوا كده. بقول لكم يتكسر يتكسر، مش مشكله، عادي خالص عادي خالص، مفيش فيها اي مشاكل. اهو بصوا سقي كده. هاتي المعلقه، ولو الصينيه عندك مش بتنزل، انت ممكن توقفي كده طبقه الرقاق وتسقيها كده من فوق عادي، وتحطي الطبقه بتاعتك اهو زي كده اهوت. اهو بصي وتكملي، حتى لو في رقاق منه متكسر على فكره كنت بكمل بيه زي ما انتوا شايفين اهو، بيبقى زي العسل شغال، تكملي بيه شغال عادي خالص. اهو بصوا ازاي بقى، اهو بصوا جميل ازاي. خلصي الطبقات وقطعي بقى. انا عندي ما بخلص كله لازم تقطعيها قبل ما تخش الفرن، عشان لو دخلت الفرن وقطعتيها مش هتتظبط معاكي، هتبقى مقرمشه ومش بتبقى مظبوطه. لا انا بقطعها اهو، بتقطعيها مربعات مربعات، مربع بالطول والعرض كده. وال اللي فضلوا معاكي من التسقيه بتاعه الشوربه واللبن هتحطيهم بقى بعد ما تقطعيها فوق طبقات الرقاق. يعني انت خلصتي تقطيع اهو تمام، تقومي جايبه بقيه التسقيه ومسقياها، وتهزي الصينيه فوق وتحت ويمين وشمال، هتنزل معاكي في كل حته بس، وتدخليها الفرن. تاكلي احسن فطير، او هما بيسموها فطير بلحمه مفرومه، او صينيه رقاق باللحمه المفرومه. دي بتتقال على فكره، ودي بتتقال عليها. او بصوا انا كده قطعتها، جبت بقى بقيه اهو بقيه التسقيه، سقيها كده اهي، كلها سقيها من كل ناحيه، سقيها كده كويس قوي، وحطيها بقى في الفرن. بس طبعا لازم تجيبيها يمين وشمال، عشان لو في حته ما جاتش فيها التسقيه تشربها، لازم تشربيها كلها. جميله والله، كانت طالعه على فكره. بنحب قوي 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 الرقاق باللحمه المفرومه، كانت طالعه زي العسل. ابصوا زي ما انتوا شايفينها، وزي ما بقول لكم بجيبها يمين وشمال كده عشان تدخلي بقيه التسقيه فيها، وبدخلها الفرن. بقول لكم حطوا اللايك. تقوم مدخلها الفرن، احلى صينيه رقاق باللحمه او فطيره اللحمه زي العسل. كنت بجيب المعلقه كده اتاكد ان كله دخل التسقيه فيها من كل حته، عشان ما تبقاش في حته ناشفه على فكره، لا تتاكدي ان كلها شغاله. كنت عامله بقى انا عصير كركديه، كنت بلاه، بوريكم اهو علشان ايه، كنت هصفيه برضو واحطه بقى في ازايز برضو. وانتي طول ما انتي بقى في رمضان بقى شويه عصير كركديه تبليه، خروب، عرق سوس، هوريكم كل دوت ان شاء الله في الفيديو الجايه. عملت كده شويه رز بالشعريه زي ما بقول لكم جنب الملوخيه اهو. تجيبي شويه الزيت والسمنه بتاعتك، كنت عامله 3 كوبايات رز على 3 كوبايات ميه بتغليها. بتدبلي الشعريه بتاعتك كده مع السمنه والزيت لحد ما تاخد لون دهبي حلو. طبعا اللي متابعني في القناه عارف على طول انا بعمل على فكره الرز بالشعريه بالطريقه دي، عشان يطلع معاكي والله بيطلع مفلفل وزي العسل، بيطلع جميل جدا على فكره يا حبايبي. اهو فطارنا كان النهارده كان خفيف، كان بسيط، بواقي الاكل من اول يوم مش عيب ابدا، لا احسن من كتير من اكل نعمه ربنا، لا طبعا بكمل عليه. آه
عملنا فراخ الحمد لله خلاص. مش لازم اعمل تاني يوم فراخ او لحمه، لا لا خالص، تتقضى كده. كان يومنا بقى كده من اول يوم. كنت عايزه اصور لكم امبارح بس والله ما عرفتش اصور. بصوا اهي صينيه الرقاق بقى. بصوا بعد ما دخلتها الفرن كانت زي العسل ازاي. ايه رايكم في لونها؟ لونها جميل ومقرمشه وجميله. انا كده كنت بقطعها مربعات اللي انا كنت مقطعاها، كانت بتسال عليك. وادي الملوخيه اهي. كان قبل الاذان بشويه كنت بقى بسخن بقى الفطار كده اهو. سخنت الملوخيه بتاعتي وعملت الرز بشعريه اهو زي ما قلت لكم. بصوا طالع مفلفل وجميل ازاي. طبعا انت توطي عليه النار، وطي عليه النار خالص عشان يطلع معاكي مفلفل وحلو كده. وعملت شويه سلطه خضراء، فلفل اخضر، خيار، طماطم. وقطعي سلطه جميله بتفتح النفس، اي سلطه بتفتح النفس. صينيه الرقاق الحلوه اهي جميله. بصوا زي معانا لونها ذهبي كده. قطعيها. طبعا هي بتسال عليك التقطيعه اللي انت مقطعها قبل ما تخش الفرن، فانت بتكملي التقطيعه بتطلع معاكي سهله. اهي السلطه بقول لكم هنعمل بقى شويه سلطه كده جنبهم، شويه سلطه خضرا جمال. وكنت بوريكم بقى. بصوا المفرش كنت جايباه رمضان جميل ازاي. كنت عامله اهي الكركديه زي ما قلت لكم. انا كنت عاملاه كده سقيته بقى اهو. حطيته هو القمر الدين كده. كنا بنفرغ بقى الفطار بتاعنا خلاص يا حبايبي. اتفضلوا بقى معانا فطار بسيط وخفيف، وكل سنه وكلكم طيبين وبالف خير وسلامه. هنا بقى السفره بقى سفره تاني يوم رمضان. الملوخيه الخضراء الحلوه، الرقاق باللحمه المفرومه، الفطير كان زي العسل وجميل قوي. المشروبات بقى كركديه وقمر الدين. اعملوا مشروبات على قد ما تقدروا وخلوه عندكم في التلاجة، بيسهل عليكم. اهو بصوا كان فطارنا جميل وخفيف. وعايزه اقول لكم يا رب كل اللي نفسه في حاجه يحققها. وانا هستناكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.